فلاديمير لينين. مؤسس المذهب الليني السياسي، وهو الثوري الروسي فلاديمير إليتش أليونوف. ولد في 22 من شهر إبريل عام 1870 ميلادياً في أوليانفوسك في الإمبراطورية الروسية، وينتمي للحركة السياسية الماركسية، وتولى دور القيادة في الحزب البلشفي، كما قاد الثورة البلشفية. وكان لينين يتخذ من الأرض والخبز والسلام شعاراً له. نشأ لينين وترعرع في كنف عائلته التي كانت تقيم في مدينة سيمت بريسك القائمة على ضفاف نهر الفولغا. وكان والده يمتهن التعليم، ثم ترقى ليصبح مديراً لعدد من المدارس في المدينة. بدأت حياة لينين الدراسية عندما كان في 5 من عمره، إذ أحضر له والده معلماً خاصاً للمنزل ليهيئه لدخول المدرسة، والتحق بها عندما بلغ 9 من عمره، وكان حينها مجتهداً وذكياً جداً. حظي لينين بإعجاب من حوله من مدرسين وطلاب، ويذكر بأن بلاده حينها كانت تعيش حالة من الجوع والفقر. تمكن لينين من إنهاء الثانوية العامة بدرجة الامتياز مع الحصول على الميدالية الذهبية. ومرت به فترة عصيبة من حياته تمثلت بوفاة والده وإعدام أخيه ألكسندر، بعد أن وجهت إليه أصابع الاتهام بمحاولة اغتيال القيصر. والتحق لينين بعد أن حقق هذا النجاح الباهر في جامعة قازان، إلا أنه فصل منها نتيجة تزعمه مظاهرة تطالب بالحرية في الجامعة، ولم يحالفه الحظ لعدة سنوات في متابعة دروسه نتيجة الرفض التي كانت تقابل بها طلباته بالعودة إليها. تمكن لينين من الحصول على شهادة الحقوق بعد أن ذاق المرار في رفض طلبات الالتحاق بالجامعة، وكانت هذه المرة مقرونة بشرط عدم حضوره المحاضرات، وإنما الاكتفاء بتقديم الامتحانات في نهاية العام الدراسي فقط. وكان ذلك في عام 1891 ميلادياً. وبعد أن اجتاز هذه المرحلة، التحق في العمل في أحد مكاتب المحاماة في مدينة سامارا، ومن هنا كانت بداية إيمانه وتأثره بكارل ماركس. وبعد مضي عامين انضم لعضوية منظمة ماركسية يطلق عليها الديمقراطية الاجتماعية. يعتبر عام 1893 ميلادياً العام الذي ولد به أول كتاب للثوري لينين، وكان قد ألفه خلال وجوده في العاصمة سانت بطرسبورغ. وألف عدداً من الكتب في سياق الاقتصاد الماركسي، وتطرق إلى تاريخ حركة الفلاحين والعمل في بلاده. نفيه إلى سيبيريا. يذكر بأن لينين حُكم بالنفي إلى سيبيريا عام 1897 ميلادياً، وكان ذلك بعد أن عاد إلى بطرسبورغ، حيث اعتقل على يد قوات النظام الروسي، بينما كان هو على أهبة الاستعداد لإصدار العدد الأول من جريدة قضية العمال. ومارست السلطات ضغوطاتها بالتحقيق معه لأكثر من عام، وكان الحكم النهائي قد صدر بحقه بالنفي. من الجدير ذكره أن النفي لم يكن حقيقياً إلى أبعد حد، حيث إنه على الرغم من إبعاده عن بلاده، إلا أنه كانت تدفع له الحكومة مرتباً شهرياً بسيطاً. وكان قد اختار مكان إقامته بنفسه، فوقع اختياره على بلدة شوشانسكا، واستغل فترة إبعاده في الكتابات السياسية، فكتب تطور الرأسمالية في روسيا. وفاته أصابت لينين وعكة صحية ألمت به نتيجة إصابته برصاصة في العنق، فتدهورت صحته على إثرها، وتمت إزالتها في عام 1922 ميلادياً، إلا أن أثرها القاتل بقي في جسده، وأصيب على إثرها بنوبات دماغية أنهت حياته.
وتوفي في 21 من شهر كانون الثاني عام 1924 ميلادياً. وحنط المشيعون جثته وتم دفنها في الساحة الحمراء في قلب موسكو. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن بداية القرن العشرين أدمى عصر في تاريخ البشرية، قتل فيه أكثر من 250 مليونا في الحروب والمجازر الجماعية وفي الاغتيالات السياسية. والمسؤول الأكبر عن هذه الجرائم الوحشية هي الأيديولوجية المعروفة بالشيوعية التي وعدت الإنسانية بالمساواة والعدالة المزعومة، لكنها لم تكن في الحقيقة إلا مسببة للدم والرعب والموت للإنسان. وسنبحث في هذا الفيلم عن تاريخ الشيوعية الدموي خلال قرن من حياتها، وسنرى كيف أظهرت هذه الأيديولوجية وحشية لا مثيل لها في تاريخ البشر، وأن سلامة العالم من مثل هذه الوحشية مرهونة بدراسة هذه النماذج من الماضي وأخذ العبرة منها. عاش في إنجلترا فيلسوفان ألمانيان في منتصف القرن التاسع عشر، كانا يعملان لتطوير أيديولوجية ستهز العالم كله فيما بعد، وقد وضحا أفكارهما أول مرة في كتيب كان قد صدر قبل ذلك بمدة وجيزة، أسمياه البيان الشيوعي. أحد هذين الفيلسوفين كارل هنري ماركس، والآخر فريدريك أنجلز، اعتقدا بالفلسفة المادية التي لا ترى شيئا في الوجود غير المادة. وفي الحقيقة لم تكن هذه الفكرة جديدة،
إذ ذكرها مفكر يوناني يدعى ديموكريتس. ثم أخرجه بعض المفكرين الأوروبيين من مخلفات التاريخ التي عفى عليها الزمن في عهد الثورة الفرنسية، إذ أرادوا إزاحة الدين والمعتقدات الدينية عن نفوس الناس، لأن المادية هي الفلسفة الوحيدة التي يقدرون بها على مواجهة الدين على حد زعمهم. لقد دافع ماركس وأنجلز عن المادية، ومن ناحية أخرى قررا المنهج الديالكتيكي. هذا المنهج يفترض أن الصراع أساس في الطبيعة، ولذلك سميت نظريتهما بالمادية الجدلية. الديالكتيك تفترض أن جميع التطورات في الكون إنما حصلت بسبب وجود الصراع، ولهذا سعى الفيلسوفان إلى تفسير تاريخ الكون كله بحسب الديالكتيكية المادية. فكتب ماركس عن الاقتصاد والتاريخ البشري، وأما أنجلز فكتب في العلم والفلسفة بما يتناسب مع هذا المذهب الاعتقادي. حاول ماركس أن ينظر إلى المستقبل بهذه الرؤية، حيث أشار متوقعا نشوء ثورات عنيفة ودامية في الدول الأوروبية المتقدمة، حين تتمرد الطبقة العمالية المستغلة على الرأسمالية المستغلة، وتصبح إدارة الحكم بيدها، لتقيم بعد ذلك النظام الشيوعي، ولن يكون في هذا النظام أي مفهوم لدين أو أسرة أو خلق. لكن ماركس وأنجلز واجها بعض المشاكل الأساسية، وكانا يفسران كل شيء بإسقاط النظرية المادية، ولو كان بتحريف التاريخ والمجتمعات البشرية. ولكن ما هي الطبيعة؟ وكيف وجدت الكائنات؟ وما تاريخها؟ لا بد من أن تعطى أجوبة مادية لهذه الأسئلة وأمثالها. أتى الجواب من أيديولوجي آخر، إذ كان بحاثا على متن سفينة عائدة إلى البحرية البريطانية الملكية تدعى باغلي، تجوب المحيط الأطلنطي للأبحاث. تشارلز روبرت داروين. عاد داروين إلى لندن بعد رحلة طويلة عام 1936، وأمضى بقية حياته في تطوير نظرية في أصل الأنواع وكيف وجدت الكائنات الحية. وكتب عن نظريته في كتابه أصل الأنواع الذي نشر عام 1859، فادعى فيه بما يطابق ادعاء الفلسفة المادية، يعني حدوثها بالمصادفات، زاعما أن المصادفات عملت بمبدأ الصراع أيضا. وباختصار طبق داروين المادية الديالكتيكية على الطبيعة. لم تكن نظرية داروين قائمة على أساس علمي، فلم يهتم رجال العلم المشهورون آنذاك بنظريته، لكن شخصين اثنين انتهجا بها كثيرا، هما ماركس وأنجلز. ذكر أنجلز في رسالته التي كتبها إلى ماركس بتاريخ 12 من شهر كانون الأول عام 1859 بعد صدور كتاب أصل الأنواع بشهر واحد فقط، قائلا: صديقي الحبيب ماركس، الكتاب الذي أقرأه الآن لداروين رائع بكل ما في الكلمة من معنى. أما ماركس فقاسم أنجلز الفرحة في الرسالة التي بعثها إليه، قائلا: منذ أسابيع وأنا أقرأ كتاب داروين، هذا هو الكتاب الذي يحتوي على رأينا في أصل الطبيعة وتاريخها. ومن ثم
قوي الارتباط بين الداروينية والماركسية ونما، فقد اعتبرت الماركسية نظرية التطور مبدأ علميا لها، وانتشرت بها تدريجيا، فكانت كتب ماركس وداروين تأخذ مكانتها معا في الأحزاب الشيوعية في ذلك القرن. تمكن ماركس من محاولة أول تجربة للثورة التي كان يأملها إبان حرب بروسيا وفرنسا عام 1871. لما سقطت القيادة الإمبراطورية في فرنسا المهزومة في الحرب ونتيجة وجود فراغ سياسي في السلطة، اغتنم الماركسيون هذه الفرصة فتمردوا في العاصمة باريس وثاروا مع الأحزاب الاشتراكية الأخرى وأنشأوا إدارة الكومون القائمة على مبدأ الشيوع، فحولت باريس إلى مدينة للرعب والإرهاب تحت هذه الإدارة الجديدة، وهدمت الكنائس ومباني الدولة. وقتل رجال الدين بالرصاص من قبل الشيوعية. وأقيمت الحواجز في كل الطرقات. وفي النهاية وبعد صراع دائم خرجت هذه الإدارة من قبل القوات المسلحة التي دخلت باريس، وكانت نتيجة هذه الحركة الشيوعية بتجربتها الأولى أن خلفت 18,000 قتيل. حسنا، كيف استطاعت نظرية ماركس من الانتشار بهذه السرعة؟ أجاب عن هذا السؤال عالم ألماني شهير اسمه رودولف فيرتشوا، إذ تكلم في المؤتمر الدولي الذي أقيم في خريف عام 1871، واشترك فيه علماء الطبيعة الأوروبيون، فأنذر علماء الأحياء الذين يدافعون عن الداروينية قائلا: لاحظوا أن نظريتكم التطور ترتبط بالأيديولوجيا التي دمرت باريس من قريب. لقد كان فيرتشوا محقا، لقد استفادت الماركسية من الداروينية كثيرا، وانتشرت بين المثقفين الغربيين، لأنها ترى أن الإنسان نوع من الحيوانات، وأنه يتطور على مبدأ الصراع ووجوده مرهون به، وأنها ترى بل في الحقيقة تنكر الخلق. وقامت الشيوعية على هذه المزاعم الثلاثة، ورأت فيما بعد أن تكون روسيا قاعدة لأول ثورة لها. كانت روسيا تحكم بحكومة القيصر في بداية القرن العشرين، لذلك كانت الأعداد المتزايدة من العمال تقبل على اعتناق الفكر الشيوعي، كما وقع تحت تأثيره بعض العسكريين. وجاء فلاديمير لينين فتزعم الشيوعية في روسيا، وعرف أتباعه باسم البلاشفة. وكان البلشفيون يعتقدون أنه للحصول على السلطة لا بد من ثورة دموية. وعلى الرغم من مضي زمن طويل على فكرهم وعلى حركتهم غير الشرعية بتنظيماتهم السرية، لكنهم لما ينالوا غايتهم
حتى ظهرت الفرصة المناسبة لها حين انفجرت الحرب العالمية الأولى عام 1914. وكانت هذه الحرب أفظع قتال دموي إلى هذا التاريخ من تاريخ البشرية، فقد حصدت 10 ملايين، وكانت روسيا من الدول التي اكتسحتها هذه الحرب، فتتابعت عليها الهزائم، إذ فقدت 2 مليون تماما في السنوات الثلاث الأولى. دفعت آلام الحرب روسيا إلى الثورة، وفي شباط عام 1917 تمردت القوات المسلحة المرابطة حول العاصمة بتروغراد على الحكومة واستولت عليها. وتوجه القيصر نيكولا الثاني الذي كان موجودا في الجبهة لدعم القوات، توجه إلى العاصمة بتروغراد، ولكن أوقف القطار الذي كان يقله من قبل الثوار وقبض على القيصر، وأزيل كل ما يمت إلى القيصر بصلة من قبل الثوار. وملئت الشوارع والساحات بمظاهر الفرح والنصر، فقد كان معظم الناس يستبشرون بسقوط نظام القيصر، يأملون بعهد أجمل وأفضل من زمن القيصر، إلا أنهم كانوا مخطئين. لم يكن للبلاشفة دور في الحركة التي قامت في شباط عام 1917، فقد كان عددهم قليلا جدا في المجلس بعد تلك الحركة. لقد كانت الحكومة بيد رجل ميال إلى الغرب يدعى كرينسكي، فقد أعطى لينين الذي كان في المنفى أوامره لأتباعه ألا يؤيدوا النظام الجديد، وحاول أن ينظم البلاشفة ليستلموا هم مقاليد الحكم. فبدأ يتحرك في تشرين الأول عام 1917، حيث أغار أنصاره على القصر الشتوي في المركز الحكومي وسحقوا القوات المدافعة عنه، وحققوا ضربة بسيطة لهم في التاريخ. لتنشر في أفلام الدعاية السوفيتية، والتي مثلت بعد سنين طويلة أن هذه الضربة كانت قد بدأت بالخطابات النارية للينين كأنها ثورة شعبية كبيرة. وفي الحقيقة لم يكن عدد الذين استولوا على القصر الشتوي يجاوز 100 شخص، ولم يقتل في هذه العملية غير 5 أشخاص فقط. جاء لينين على رأس السلطة بضربة خافتة صامتة، ولن تبقى على هذه الصورة صامتة فيما بعد، فقد هجم أنصاره البلاشفة على القوات المؤيدة للقيصر وأنصاره، وبذلك بدأت الحروب الدموية الداخلية، واستمرت 3 سنوات كاملة. وأنشأ البلاشفة لهذه المجازر الدموية ما يسمى بالجيش الأحمر، وتولى رئاسته ليون تروتسكي الساعد الأيمن للينين. لم يتورع الجيش الأحمر والبوليس السري والمخابرات السرية التي أنشأها لينين المسماة جاكا عن القيام بأفظع الأساليب الوحشية وأمرها ضد أنصار القيصر وضد كل من هو غير شيوعي.
فقد أعدم القيصر نقول الثاني وأفراد عائلته وأولاده ال5 رميا بالرصاص بأمر من لينين. وأحرقت أو دمرت كل مدينة لم تعط تأييدا أو دعما للنظام البلشفي. أصدر لينين برقيات لأنصاره بإعدام كل شخص يعارض الحكم الشيوعي، فتعرض عشرات الألوف إلى الاعتقال والتعذيب الشديد أو القتل الجماعي بحجة الخروج على القانون. وقد وصف الكاتب الروسي الشهير ماكسيم غوركي وحشية البلاشفة في تامبوف بقوله: قام الشيوعيون في تامبوف بتثبيت اليد اليسرى والرجل اليسرى للمعتقلين بالمسامير على خشبة علوها متر أو على مسامير سكة الحديد، ثم تابعوا تعذيبهم بسرور بالغ، فبقروا بطونهم وأخرجوا أمعاءهم الدقيقة بعد أن كانوا يثبتون أطرافهم على الأشجار ويتابعون تفكيك هذه الأمعاء وسلخ جلود الموظفين المعتقلين مبتدئين بأكتافهم. لقد انتشر الرعب في روسيا، ولم تكن هذه الوحشية إلا في بدايتها. لما تسلم البلاشفة الحكم، كان أغلبية سكان روسيا يقطنون الأرياف، ولم تكن ظروفهم المعيشية جيدة، ولا يكاد ما ينتجه الفلاح أو القروي يكفي أفراد عائلته من الطعام، فشتاء روسيا القاسي لا يساعد على وجود زراعة خصبة. وفوق ذلك تعرض هؤلاء السكان إلى بلاء أعظم فوق مصيبتهم. فالقرار الذي أصدره لينين عام 1918 بنزع الملكية الخاصة وبوضع يد الدولة على حصاد المحاصيل أدى بالقرويين إلى أفدح الكوارث. أشرف على تنفيذ هذا القرار ساعده الأيمن قائد شرطة جاكا بيلكس جيرزينسكي. أغار عناصر شرطة جاكا المشهورين بأعمالهم الشنيعة في عموم روسيا، وجمعوا محاصيل الفلاحين وحيواناتهم بقوة السلاح. وكان القرار قد حدد النسبة التي يجب على كل فلاح أداؤها للبلاشفة، وكان عليهم أن يدفعوا كل ما في أيديهم لإتمام ما عليهم من التزامات. وقد لجمت الأساليب الوحشية كل من يحاول المقاومة من القرويين. يصف المفتش الذي جاء للبحث والتقرير في شباط عام 1922 الإجراءات المتخذة في منطقة أوسك هكذا قائلا: لقد بلغت أعمال القوات الخاصة المغتصبة درجة لا يتخيلها العقل. كان القرويون المعتقلون يحشدون في حظائر للحيوانات باردة مغلقة، ويضربون بالسياط، ويهددون بالموت. وكل فلاح قصر عما يجب إعطاؤه للبلاشفة تربط يداه وذراعاه، ويؤمر بأن يركض وهو عار في الطريق العام للقرية، ثم يرمى به إلى حظيرة باردة بعد أن يضرب بالسياط حتى الإغماء. كان لينين يهدي إلى درجة الجنون إذا لم يدفع القرويون الضريبة المفروضة عليهم، فقرر لذلك عقوبة مرعبة رهيبة في بعض المقاطعات
عام 1920، وهي أن يسلب من القرويين ليس الإنتاج فقط بل بذارهم أيضا. ومعنى هذا عدم إنتاج محصول جديد، ومعنى هذا أيضا أنه لن يبقى بين أيدي هؤلاء ما يأكلونه. ونتيجة لهذا بدأ القحط عام 1921 ودام إلى عام 1922. تشرد 29 مليون إنسان من بعض المناطق الحدودية، ومات 5 ملايين إنسان بعد أن تضوروا جوعا. وكان لينين يتابع بشغف آثار القحط، لأنه يعتبره ذا فائدة عظيمة، فقد يزحزح عقيدة الإيمان بالله من نفوس الناس ويخضع رقاب هؤلاء للعقيدة الشيوعية. أشار إلى هذا الفكر الشيطاني الكتاب الأسود المشهور عن الشيوعية. حسب ما ذكر أحد أصدقائه قائلا: لم يكن لينين يتورع من ذكر الجانب الإيجابي للجوع، قائلا: إن الجوع سيقربنا إلى أهدافنا وبوصولنا إلى الاشتراكية التي هي عهد ما بعد الرأسمالية. فالجوع لا ينهي اعتقاد الناس بالقيصر فحسب، بل سينهي الاعتقاد بالله أيضا. في 12 من آذار عام 1922 كتب رسالة إلى أعضاء المكتب السياسي يقول: إن الموقف لصالحنا. في حال وجود مئات آلاف الجثث على الطرقات سيمكننا الاستيلاء على ممتلكات الكنيسة وأموال رجال الدين بقوة دون شفقة أو رحمة، ولهذا ينبغي أن نضع أيدينا على أملاكها، وأن اليأس الناتج عن الجوع هو الأمل الذي سيجعل المجتمع يقابلنا بابتهاج، وعلى الأقل أنهم لن يعادونا فيبقون على الحياد. أظهرت السجلات السوفيتية المدونة فيما بعد أن لينين كان قد قصد عمدا إنهاء حياة 5 ملايين بالقحط والجوع. ذكر هذا المؤرخ ريتشارد بايبس بعد بحثه سنين طويلة في كتابه لينين المجهول. لم يكن لينين يحمل أي شعور أو إحساس طيب للإنسانية إلا إحساس الإذلال والتحقير، وليس للإنسانية عنده أي معنى، فقد عامل الشعوب كما يعامل الحداد الحديد. سبب كون لينين والبلاشفة الآخرين أشرارا إلى هذا الحد هو اعتقادهم بالفلسفة المادية الديالكتيكية. سبب كون لينين والبلاشفة الآخرين أشرارا إلى هذا الحد هو اعتقادهم بالفلسفة المادية الديالكتيكية. هذه الفلسفة أدت بهم إلى اعتبار الإنسان نوعا من الحيوان، وينبغي معاملته بدون شفقة أو رحمة، وأن تطور النوع البشري مرهون بشدة الصراع بين الطبقات. لينين الذي كان يرى الإنسان نوعا من الحيوان اتبع الأساليب الحيوانية في ترويضه للناس. ففي تشرين الأول عام 1819 وجد لينين في زيارته للعالم الروسي إيفان بافلوف المعروف بنظرية الفعل اللا إرادي الشرطي لدى الحيوانات، فأراد لينين أن يجرب هذه النظرية على المجتمع الروسي كله.
فاندهش بافلوف وقال: قال لي لينين: أريد أن أجعل المجتمعات الروسية تفكر كليا بالنظام الشيوعي وأن تتحرك به. لقد اندهشت. لقد أراد مني أن أفعل للإنسان ما فعلته للكلاب. وقلت: أتريد أن تجعل المجتمع الروسي نموذجا قياسيا؟ فكان جوابه: نعم تماما، أريد ذلك. ينبغي أن يتحرك الناس كما نريد. أما الأساس العلمي المزعوم لهذه الفلسفة التي ترى الإنسان نوعا من الحيوان، كان نظرية تطور لداروين، وقد استندت الشيوعية إلى هذه النظرية، وترجم كتاب أصل الأنواع لداروين في أواخر القرن ال19 في روسيا، وقد دفعت الترجمة آلاف الشباب الروسي إلى الإلحاد والشيوعية. وارتبطت الشيوعية بالداروينية إلى درجة كبيرة، حتى قال جورجي فالينوفيتش بليكانوف بوضوح: الماركسية تطبيق للداروينية على العلوم الاجتماعية. لينين الذي كان تلميذ باركوف طبق الداروينية تماما على المجتمع، فقتل بقسوة الجماعات البشرية التي كان يراها قطيعا من الحيوان. ليس الإنسان في الحقيقة نوعا من الحيوان، ولكنه كيان ذو كرامة خلقه الله من روحه، وليست غاية الوجود الإنساني على الأرض للصراع والحروب وسفك الدماء كما تظن الشيوعية والداروينية، ولكن لكي يتصف بالأخلاق الحسنة التي ترضي الله عز وجل. إلا أن الإنسان إذا فقه هذه الحقيقة وعاش بهذا الإيمان يفوز بالسعادة والطمأنينة. ولينين الذي أنكر هذه الحقيقة كانت نهايته عبرة كبيرة. ابتداء من عام 1922 تفاقم المرض الذي بدأ يصيب لينين بالفالج شيئا فشيئا كلما مضت الأيام، ثم أمضى معظم أيام عام 1923 على كرسي متحرك وبآلام الرأس التي كانت تصل به إلى درجة الاختناق. وفي آذار عام 1923 أصيب بأزمة حادة، وبعدها فقد الاتزان في كلامه. وكان كل من يراه في الأشهر الأخيرة من حياته يفزع من منظره، حيث تغير وجهه إلى شكل مرعب وعجيب، وكأنه في وضع نصف مجنون. وأما صورته التي التقطت له قبل موته فكانت تثير الدهشة لمن يراها. وصف الله سبحانه وتعالى إياه وأمثاله من الظالمين بقوله: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ومات لينين في 21 من كانون الثاني عام 1924. أعد البلاشفة مراسيم ضخمة لجنازته. قررت إدارة الحزب الشيوعي تحنيط جسده، حيث عدوه شيئا مهما جدا. وكان من بين الذين حملوا نعشه واحد من ديكتاتوري روسيا الذين جاءوا بعده، جوزيف ستالين. ستالين الذي سيحكم الاتحاد
الاتحاد السوفيتي مدة تزيد على 30 عاما، جاء بنظام دموي مخيف إلى درجة أنه أنسى الناس وحشية لينين. ما رأيناه إلى هنا من حقائق تاريخية يعطي درسا مهما للبشرية، كيف أن الأفكار الخاطئة تدفع الأفراد والمجتمعات البشرية إلى كوارث كبيرة. فالشيوعية كانت فكرة خاطئة أذاقت العالم في القرن العشرين أفظع الآلام والويلات. وأحد أفضح الأخطاء السياسية التي ارتكبتها الشيوعية اعتقادها بالصراع قانونا ثابتا للطبيعة. وجد هذا الاعتقاد المزعوم سنده العلمي من نظرية التطور لداروين الذي يفترض الاختلافات الطبقية بين الناس، إنما كان السبب المطلق لها الصراع والمشاجرة والحروب. وحسب هذه الرؤية التي تسمى الديالكتيكية، لابد لكل طبقة أو قطر أو مجتمع من الدخول في صراع جدلي مع الآخر، وهذا هو قانون الطبيعة الغالب. إنه أبو الدولة السوفيتية وأعجوبة العلم الحديث. في حياته ساعد فلاديمير إليتش لينين في ولادة حركة أعادت تشكيل العالم، وفي موته ألهم فنونا جديدة من التحنيط وأوجد مختبرا لا مثيل له على الأرض. ملحمة جثة لينين هي رواية غريبة حافلة بالمكايد السياسية والتجارب العلمية والاغتيالات الوحشية والكفاح لهزيمة الموت بحد ذاته. اليوم جثة لينين ترقد في مكان مكرم في ساحة موسكو الحمراء. تحت قبره يعتني العلماء بجثة لينين منذ وفاته عام 1924. ترقد الآن جثة لينين في ضريح يشبه نوعا من العرض الجانبي الذي عليك أن تدفع المال لتراه. الجثة لم يعد لها معنى، وقوى الماضي ليس لديها فرصة العودة مع لينين أو من دونه. الآن يريد عدد من الروس دفن بقايا وذكرى لينين إلى الأبد. رغم جميع محاولات أعداء روسيا محو لينين فلم ينجحوا، كما أن أعداءنا لم ينجحوا في نقل لينين من الضريح. في أيام الاتحاد السوفيتي كان المختبر واحدا من أكثر مرافق البحث الكيميائي والبيولوجي تمويلا في موسكو. نحو 3 مرات في الأسبوع كنا نتقصى الجثة ونرطب اليدين والساقين والوجه بمحلول تحنيط ونزيل الأضرار. اليوم يقول أشهر محنطي لينين إن الوقت قد حان لدفن رفيق روسيا الخالد ووضع شبح الماضي السوفيتي للرقاد. لا أظن أن جثة لينين يجب أن تبقى في مركز موسكو، لأن لينين ليس الشخص الذي تجب عبادته. كان رجلا قاسيا جدا، كان مستبدا. فهم سبب تحنيط لينين أساساً يعني فهم الرجل الذي كان يسكن الجثة والثورة العنيفة التي قدم حياته من أجلها. في 25 من تشرين الأول عام 1917 تخلت الحكومة الروسية المؤقتة والقيصر نيكولاس الثاني عن الحكم. في الفوضى التي خلقها هذا الوضع تولى لينين بولشيفيكس السيطرة. في السنوات الثلاث التالية استعرت الحرب الأهلية في كامل أنحاء روسيا وعودت بحياة ما يقارب 9 ملايين شخص. اللينينية الماركسية وماضيها العنيف أصبحا الآن ذكرى سياسية سرعان ما نسيها قادة روسيا الجدد. في
متحف لينين في الساحة الحمراء عملت تاتيانا كولوسكوفا قيمة عليه لنحو 15 سنة. ثم في عام 1993 بأمر من الحكومة الجديدة أزالت المعروضات. مئات من صور لينين مدفونة الآن في تلك السراديب الكهفية تحت الساحة الحمراء انتهاء لمجد رمز. كان رجلاً عملياً جداً، واعتبر أن تعليم النظرية الماركسية هو الحقيقة الوحيدة. شملت عملية إبطال القدسية إغلاق متحف لينين ونقل التحف وصور الرمز إلى مخزن تحت الأرض. هدف النظام الجديد هو إزالة القدسية عن صورة لينين وإزالة أساس الدولة السوفيتية. مع ذلك لا يزال المؤمنون الحقيقيون مخلصين للينين ويحنون إلى الإنجازات صعبة التحقيق التي رعتها أيديولوجية لينين في النهاية. العمالة الكاملة حالة فائقة القوة. فيكتور أنبيلوف هو عضو في البرلمان ورئيس حزب العمال الشيوعيين الروسي. أعطانا لينين فكرة الشيوعية، وعلمنا نحن العمال والفلاحين والعلماء الأذكياء الذين أمكنهم إدراك فكرة الشيوعية، نحن الأشخاص العاديين. كانت فرصة عظيمة لروسيا وبالتأكيد قد نجحنا. قائد محبوب أو طاغية مكروه، لا تزال بقايا لينين تعامل باحترام قدسي. اليوم في الضريح يراقب طاقم من العلماء بقاياه بشكل مستمر ويحرصون على أن حرارة التابوت ورطوبته لا تتغيران. لينين ليس جثتهم الوحيدة. غالباً ما يستخدم المحنطون وعلماء الحياة جثثاً بديلة لاختبار حلول وتقنيات جديدة للتحنيط قبل أن يخاطروا بها على لينين نفسه. هذا هو البروفيسور، اسم عاطفي لجثة مجهولة تقارب سن لينين وسبب وفاته. إضافة إلى لينين فهو الجثة الأكثر حفظاً على الأرض. في سارة الصلوات الصامتة التي تقام حوله توجد عينات أوجدها محنطو المختبر لممارسة فنهم. عدد الجثث البديلة الموجودة في مختبر لينين هي سر حكومي، لكنها تحتاج جميعاً إلى العناية المستمرة مثل لينين. لكن الرغبة في حفظ قدسية اللحم ليس مجرد تقليد شيوعي، إنها عادة روسية أرثوذكسية تعود إلى قرون خلت، عادة حكاها ستالين والبولشيفيون عندما حنطوا لينين. دمرها الشيوعيون منذ قرن تقريباً. عام 1919 أصدرت وزارة العدل لدى لينين قراراً يفيد بأن تقدير الكنيسة للجثث الميتة يجب أن ينتهي. من موسكو إلى سان بطرسبورغ قام البولشيفيون بمظاهر تقييم علمي. بعد نحو 80 سنة من موته لا يزال زوار الضريح يهمسون كما لو أنهم قلقون من أنه سيصحو من سباته. مظهره الحي هو نتاج تقنيات تم إتقانها بمساعدة عدد لا يحصى من الجثث التي وجدت في موسكو ولم يطالب بها أحد. كل ما يفعله المحنطون للينين يتم اختباره أولاً على جثة بديلة. يتقصى التقنيون خسارة النسيج بسبب نقص الإماهة. نظام تصويره الثلاثي الأبعاد يمكن عمال المختبر من رسم خرائط تبين الارتفاعات للجثة. بشكل دوري تتم مقارنة هذه الخرائط بالخرائط السابقة لمعرفة ما إذا كان لينين يذوي. مهمة الاعتناء بالجثة ليست رخيصة،
في أقصى الحدود وصلت ميزانية الضريح إلى ملايين الدولارات. الآن للحكومة الجديدة تمويل أقل. يسعى المصلحون السياسيون إلى دفن لينين، ويجد علماء الضريح أنفسهم عالقين بين روسيا المعاصرة وقوى الماضي. في شتاء 1921 تدهورت صحة لينين بسرعة. ازدادت شكوكه بعضو حزب يسمى جوزيف ستالين، وهو رجل طموح يهتم بمصالحه من دون رحمة. عرف ستالين أن موت لينين سيسبب خطراً كبيراً. في ذلك الوقت كانت سيطرة البولشيفيين قليلة جداً، وكانوا بحاجة إلى رمز جديد ليعطي نفوذهم شرعة. سرعان ما وضع ستالين خططاً لتحنيط لينين وبدء عبادته الخاصة للأموات. عندما كان لينين لا يزال حياً لكنه كان مريضاً جداً، أقيم اجتماع ل6 أعضاء من البوليتبورو. كان المحنط إيليا زيباراسكي ووالده بوريس هناك منذ البداية. قال ستالين إن عدداً من الرفاق من المقاطعات طلبوا أن يتم حفظ جثة لينين، فوافق لينين على أن يتم ذلك، وذلك لخلق عبادة شخصية للينين ولجعل الجميع يعبدونه. ومن المحتمل أن ستالين أيضاً فكر بطريقة تفيده شخصياً. أخيراً مات لينين في 21 من عام 1924 وانتحبت روسيا. أثناء حياته بدا لينين أنه يفضل قائد الجيش الأحمر ليون تروتسكي كخليفة له، لكنه لم يعلن هذا رسمياً. حالاً بدأ ستالين بالتخطيط لهلاك تروتسكي. عند موت لينين كان تروتسكي بعيداً عن موسكو، وحرص ستالين على ألا تصل أخبار الجنازة إليه، وتولى دور قائد حملة بساط الرحمة. كانت تلك علامة على بداية تقليد سوفيتي سيدوم قرابة قرن، حيث سيكون الرجل الأقرب إلى جسد المتوفى هو الأقرب إلى تولي الحكم. كانت الجنازة في جو قارس البرودة، الحرارة 30 تحت الصفر، وأكثر من 100 جندي الذين اصطفوا في الموكب أصيبوا بلسعات برد. صرحت الصحف التي تديرها الحكومة في ذلك الوقت أن لينين رجل عظيم، رجل يولد مرة كل 100 عام، وأن إرادة الشعب هي أن يتم حفظه من أجل العمال والشعب السوفيتي والعالم بأسره. عندما مات فهم الفلاحون أنهم ضاعوا، والعمال فهموا هذا أيضا. شكلوا صفوفا طويلة، وأراد الجميع أن يودعوا لينين من أبعد زوايا بلادنا، وكانت البرقيات تصل طالبة حفظ جثة لينين لأطول مدة ممكنة. أتى نصف مليون روسي لوداع لينين. أثبت الحزن المتدفق بشدة أن لينين بالنسبة إلى الشعب الروسي لم يكن مجرد ثوري، بل كان الثورة نفسها. عندما كان لينين لا يزال حياً، كان قد فصل بينه وبين الحزب الشيوعي، وأراد الحزب الشيوعي وبشدة ربط لينين بالحزب الشيوعي في وعي الشعب. ثارت ناديجدا زوجة لينين بشدة بسبب شائعة تحنيطه. كانت تريد أن يتذكره الناس بأعماله وليس بالسروح، لكن ستالين لم يكن ينوي تلبية طلبها. خلف الأبواب المغلقة تمت إعادة تسمية لجنة جنازة لينين لجنة تخليد ذكرى لينين. من بين الرجال المعنيين لقيادة المجموعة كان ليونيد كرازين، عضو قوي النفوذ في حلقة ستالين الداخلية. كان يناصر تجميد جثة لينين. لم تكن لديه المؤهلات في علم الحياة أو الطب، كان مهندساً، لكنه أصر على أن عرضه هو الأفضل. دعمه مولوتوف وتزيرينسك
حتى إنهما طلبا جهاز تجميد معقدا جدا من الخارج كان قد اخترع توا. سرعان ما تلا ذلك جدل حاد، وحفز عالما أوكرانيا اسمه ميكايل فوروبييف. في ذلك الوقت كان فوروبييف رئيس قسم التشريح في جامعة كاراكوف، وكان عمله في حفظ النسيج البشري والحيواني حديثا جدا. تركزت أبحاثه على حل سماه لاحقا المحلول البلسمي، جليسرين لحفظ مرونة النسيج والحفاظ على لون البشرة الطبيعي، أسيتات البوتاسيوم لامتصاص ماء الجثة واستبداله، كلورايد الكينين وهو مطهر قوي لإبطال عمل المتعضيات غير المرئية. وصل فوروبييف إلى الاعتقاد أن وضع الجثة بكاملها في مغطس فيه محلول بفواصل دورية يمكنه من أن يحفظ الجسد الميت بشكل نهائي. لكن الجدل حول بقايا لينين احتد، وازداد غضب فوروبييف بشدة بسبب مواجهة كراسين والشرطة السرية بشكل شخصي. بدلاً من ذلك كتب رسالة يشرح فيها سبب اعتقاده أن التجميد فكرة سيئة. إن كان الهدف هو الحفاظ على الجثة فإن التجميد ليس مناسباً. لن يتمكن زوار الضريح من الزيارة والنظر إلى الجثة. عمل المحنط يوري دينيسوف في المختبر لمدة لا تقل عن 20 سنة. إضافة إلى ذلك فإن الجليد ليس عنصراً ثابتاً من أجل حفظ النسيج. من المعروف جيداً أن تشكيل بلورات الجليد في النسيج تخربه، إنها لا تحفظه. قبل عام 1924 كان عمل فوروبييف مقتصراً على معالجة عينات صغيرة بمطهر قوي ثم تخزينها في مرطبانات مليئة بالمحلول البلسمي. لكنه لم يجرب قط تقنياته على جثة بشرية كاملة، ناهيك بجثة قائد نظام كان يثبت إجرامه مع كل يوم يمر. الجثة إن كانت لإنسان أو حيوان تتكون من 60% من الماء. خلال دقائق بعد الموت يبدأ هذا الماء بالتبخر مجففا النسيج. في الوقت نفسه تبدأ الخمائر في الماء المتبقي بالتخمر وتلتهم أي نسيج سليم متبق. في الخارج ملايين الجراثيم والحشرات المجهرية تبدأ بالتهام البشرة. النتيجة هي التحلل. لحفظ الجسد بعد الموت علينا إزالة الماء من النسيج واستبداله بسائل لا يتبخر، وهذا بالتالي يجعل النسيج مستقراً. لدى عمال الضريح الآن أدوات ومعرفة بالجسد تثير ذهول ميكايل فوروبييف محنط لينين الأول. لكن في آذار عام 1924 كان هناك الكثير ليتم تعلمه، وبينما يقل الماء حتى النهاية بدأ لينين بالذوبان. عندما كانت الجثة باردة كانت محفوظة بشكل أو بآخر، وعندما حل فصل الربيع بدأت الجثة فوراً تتحلل، وكانت الإجراءات العاجلة ضرورية. حتى قبل أن تذوب جثة لينين كانت قد بدأت تتعفن. ذوت الأذنان وغارت العينان وأصبحت الذراعان والرأس خضراء. مناصر التحنيط ميكايل فوروبييف جادل أن تلك كانت أفضل حجة على الإطلاق ضد التجميد. بعد تلقي رسالة فوروبييف استدعته الشرطة السرية إلى موسكو. كان يخشى الاجتماع. هذه دولة يتم اعتقال العلماء فيها ويموتون لإعلانهم الأسرار السيئة بدلاً من الجيدة. بدلاً من ذلك أقنع فوروبييف وشريكه بوريس يبراسكي القادة البولشيفيين بأن لينين سيحنط.
إن فشل الاثنان يمكن أن ينضما إليه في موت مبكر. بالنسبة إلى قلة من القادة البولشيفيين كان الجدل حول الحفظ ليس تقنياً. كان هناك حديث عن إعادة رفيقهم الميت إلى الحياة. في مستوى غير واع نسخوا ما فعلته الكنيسة ببقايا القديسين، لكن بعضهم اعتقد أيضا أن العلم سيتطور يوما ما كفاية لإعادة لينين إلى الحياة باستخدام جسده. إن كانت النظرية الماركسية تعارض الله، فهي تعطي الإنسان من خلال العلم حالة شبيهة بالإله. التقنية والتصميم البشري سيخلقان عالماً جديداً. في أيام لينين عديد من البولشيفيين الروس اعتقدوا أنه من خلال العلم يمكن للإنسان تحقيق الخلود بذاته. إحدى نقاط هذه الفلسفة كانت تقول إنه إذا حفظت الحضارة القومية ففي المستقبل سوف يجد العلم طريقة لحفظ أجساد القادة العظماء وإعادتهم إلى الحياة، وما إن يعودوا إليها حتى يستخدموا ذكاءهم من أجل تطورات ثقافية أخرى يقدمونها للأمة. اعتقدوا باحتمال إعادة إحياء لينين، وليس بنسخ لينين وصنع ملايين النسخ منه. إن صنعت ملايين النسخ من لينين فهذه تعتبر كارثة عظيمة. نحتاج لينين واحد، وأظن أن العلماء فكروا بهذا الاحتمال. لكن سرعان ما قل تركيز علماء الضريح على تخليد لينين، وازداد على نجاتهم الشخصية. عمليات تطهير ستالين كانت تقترب. أدت الاعتقالات الليلية إلى وفاة ملايين الضحايا، بمن فيهم محنط لينين الأكثر شهرة. مع حلول أواسط الثلاثينيات كان جوزيف ستالين قد طلب مساعدة الثورة البولشيفية لتثبيت النفوذ الكلي. أكثر من أي شيء آخر كانت جثة لينين رمزاً يعطي ديكتاتورية ستالين الشرعية. أولئك الذين وقفوا في طريق ستالين تمت تنحيتهم. بعض الناس الذين شغلوا مناصب عالية تعرضوا للتطهير من التاريخ، حتى إنه تم محو صورتهم في الصور، تم وضع طلاء فوقها أو تم شطبها. هكذا بكل بساطة يختفي شخص ما من التاريخ. أمل محنطو الضريح أن تحميهم خبرتهم الفريدة من الرعب. في مناخ الخوف أتى إيليا زيباراسكي للعمل لدى والده. عام 1934 كان مختبر الضريح مكاناً للتوظيف الثابت ومرفق أبحاث جيد التمويل وأمان نسبي. كان أفراد الطاقم يحتفلون بين الوقت والآخر بالشراب الذي تصل نسبة الكحول فيه إلى 96% المستخدم لتحنيط الأموات. مدير المختبر ميكايل فوروبييف هو أحد أكبر السكيرين، ويميل إلى الهزء بستالين عندما يكون ثملاً. في روسيا الثلاثينيات كان هذا طيشاً من الممكن أن يكون قاتلاً. المخبرون في كل مكان. يدعي إيليا زيباراسكي أن سخرية فوروبييف أثناء ثمله ربما وصلت إلى الأشخاص غير المناسبين. إنها قصة غامضة. تم اكتشاف ورم في كليته، واعتقد الأطباء أنه ورم خبيث، فاقترحوا الجراحة. عرضوا أن يجروا له عملية، وذلك في مستشفى الكريملين، لكنه رفض.
وذهب إلى كارغوف ليخضع للعملية على يد جراح كان يعرفه هناك. أدرك فوربييف أن الناس الذين لا يفضلهم ستالين يموتون في غرف عمليات الكرملين. رغم احتياطه لم ينجو فوربييف من العملية. كان عام 1938 عام قمة الرعب. أظن أن الأمر برمته كان مدبرا من القيادة العليا، لأن غوروبيف كان بإمكانه أن يقول أشياء لا تعجب السلطات. مع حلول عام 1952 كان الاتحاد السوفيتي الذي أوجده لينين قد هزم النازية الألمانية وأحرز حالة القوة العظمى. كان هناك جدل أن جوزيف ستالين هو الرجل الأكثر نفوذاً على الأرض. في كل مكان كانت صور ستالين ولينين معلقة بجانب بعضها. في ظهور تلو الآخر ربط الدكتاتور نفسه بأسطورة لينين. كان يدعى الجد لينين، وفي كامل أنحاء البلاد في الكتب الدراسية والمنشورات وفي الإذاعات كانت هناك عبارة أساسية تتكرر مرارا وتكرارا: لينين سيغداس نامي، وهذا يعني أن لينين دوما معنا. ولهذا بروفيسور العلوم السياسية أندرانيك ميغرانيان هو قائد مؤسسة الإصلاح الروسية. هذا هو السبب بوجود طرفة تقول إن مصانع الأثاث بدأت تنتج أسرة ل3 أشخاص، للزوج والزوجة ولينين، لأننا أردنا أن يكون لينين معنا ليلا نهارا. بعد موت فوربييف استولى والد بوريس زيباراسكي والد إيليا على سلطة الإشراف على الضريح وعلى المسؤولية المخيفة لأكثر ما يقدره ستالين، أداة الدعاية. ثم وفي أوائل عام 1952 انطلقت موجة جديدة من التطهير عبر روسيا مستهدفة المفكرين اليهود الذين اخترقوا الضريح بحد ذاته. عام 1952 كان من الخطير جدا أن تقول أي شيء لم يكن موافقا لأقوال الحزب، لأنه طبعا يمكن أن يسبب عواقب وخيمة. في 27 من آذار عام 1952 وصل الرعب إلى عائلة زيباراسكي. كان آل زيباراسكي يهوداً. من المحتمل أن جواسيس الدولة تسللوا إلى الضريح وسمعوا بوريس ينتقد ستالين مصادفة. تم اعتقال والد إيليا بتهمة النشاطات المخربة. لنحو 2 بقي مصير بوريس زيباراسكي لغزاً بالنسبة إلى عائلته. خلال أيام من اعتقال والد إيليا تم طرده من الضريح. ثم في 5 من آذار عام 1953 توفي ستالين، ليس بسبب سم وضعه له قاتل أو رصاص انطلق بسبب انقلاب، بل توفي بسلام أثناء نومه بسبب دم دماغية، أو هذا ما أعلنته القصة الرسمية. لم يحدث حتى عام 1993 أن عرف إيليا مدى اقتراب والده من حكم الإعدام. أثناء البحث في الأرشيف عثر صحفي على مذكرة سرية من المخابرات الروسية KGB من عام 1949. في المذكرة نصح رئيس الشرطة السرية باعتقال زيباراسكي ووالده بتهمة أحاديث عن ثورة مضادة. كانت هناك ملاحظات يزعم أنها مكتوبة بيد ستالين نفسه تقول: يجب أن لا يلمس إلى أن يتم العثور على بديلين لهما. عندما مات ستالين كان زيباراسكي يعرف عن تقنيات الضريح أكثر من أي شخص آخر. كان إعدامهما قبل أن يتم تدريب بديلين لهما بشكل كامل سيعرض بقايا لينين للخطر، وهذه مخاطرة لا يستطيع جوزيف ستالين تحملها. بالنسبة إلى علماء الضريح الذين بقوا،
كانت سنوات الحرب الباردة أياماً ممتازة. كانوا ينتقلون ضمن العالم الشيوعي ويحنطون المشاهير وسيئي السمعة، قادة أنغولا وبلغاريا ومنغوليا وحتى ستالين نفسه. كان عميلهم الأكثر تحدياً الفيتنامي الشمالي هو تشي مين، الذي بدأوا بتحنيطه عام 1969 في مختبر في الأدغال أثناء اندلاع غارة قصف أمريكية فوقهم. انهارت الإمبراطورية السوفيتية واللينينية الماركسية عام 1990. تم إنزال التماثيل والتماثيل النسبية عبر أنحاء البلاد، وأخذت إلى فناء خلفي على حافة منتزه غوركي. تلك العبارات التي كنا نقولها: لينين رجل عظيم، كان لينين عبقرياً. بدت تلك العبارات مثيرة للشك. كان لينين سياسياً مميزاً؟ إن نظرت إلى السياسة على أنها موهبة التلاعب بملايين الناس. مثل القيصر قبله، فإن قدسية صورة لينين بدأت تتلاشى. انتهت أسطورته. سرعان ما أصبح قبر لينين مركز جذب سياحي أكثر مما هو مكان لتقديم التبجيل. ومع تدهور الاقتصاد الداخلي تم تخفيض ميزانية الضريح بمقدار 80%. من الهام أن نتوقف عن اعتبار لينين رمزاً. أظن اليوم أن غالبية الأطفال الروس لا يعرفون من هو لينين. مرة رسم أحد أقاربي صورة كاريكاتورية ممتازة للينين، أظهرتها لأولاد إخوتي وسألتهم من هذا الشخص. لم يستطع أحد منهم الإجابة. أخيراً بعد كثير من التردد قال أكبرهم: ربما يكون ستالين. كان هذا هاماً جداً بالنسبة إلي. هؤلاء الأولاد الذين في سن 7 أو 8 اليوم لا يعرفون شيئاً عن لينين. هذا رائع. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بقليل ظهرت صروح جديدة لطبقة جديدة في المقابر الروسية. مع حلول عام 1994 كان عنف المافيا الروسية في قمة نشاطه. كان الأموات غالباً من الشبان ويموتون بسبب وابل من الرصاص. كانت الجنازات فخمة وفيها مآدب وافرة. 64,000 شاهد قبر لضحايا إطلاق نار أعيد بناؤها، وتم تحنيطهم من قبل تقنيي لينين مقابل ما يصل إلى 10,000 دولار. وهذه نقود كانوا بحاجة ماسة إليها للحفاظ على عمل مختبر الضريح. ما دامت لدينا حرية القيام بهذا العمل، وإن كان هناك عميل سنقبل العمل لأننا نعرف الطريقة، وهذا يساعدنا على النجاة في هذه المرحلة الصعبة مالياً. المعاملة التي كانت مخصصة للديكتاتوريين والجنرالات امتدت الآن إلى أي شخص يملك المال. بعد أن تتم إزالة الأعضاء الحيوية يتم ضخ نحو 3 جالونات من سائل التحنيط عبر الشرايين، ثم يدلك المحنطون الجثمان بقوة لجعل العصارة تمر عبر الجثة وإلى الشعيرات الدموية. سرعان ما تعود البشرة الشاحبة والمزرقة إلى مظهرها الوردي الصحي. غالباً ما يضطر المحنط إلى مواجهة عواقب أذيات إزالة عيوب النسج. عليك أخذ سبب الوفاة بعين الاعتبار. ربما يكون هناك فترة ألم طويلة، وهذا بالتالي يجعل العمل معقداً للغاية. لكن في أواخر التسعينيات تضاءلت معدلات وفيات المافيا. في روسيا الجديدة أصبح القانون مسيطراً. تضاءل عاملو الأضرحة وكذلك عملاؤهم. اليوم على ألواح بلاط ضريح لينين أفسح الموتى الجدد المجال للموتى القدامى. عندما أتى إلينا علماء الآثار السيبيريون من معهد علم الآثار وعلم المجتمعات البدائية لمساعدتهم على حفظ بقايا مومياء امرأة،
تلك المومياء المعروفة باسم عذراء الجليد السيبيرية ماتت منذ نحو 2500 سنة في سهل أوكوك في سيبيريا. كانوا سعداء جدا بما عثروا عليه وأرادوا دراستها بتفصيل كبير. سكبوا بعض الماء المغلي على المومياء المسكينة وبدأت تتحلل أمام أعينهم، ولم يكن باستطاعتهم أن يفعلوا شيئا تجاه ذلك. كادوا أن يخسروا تلك المومياء الفريدة، وسرعان ما سلمونا إياها. كان أحدث عملائهم قد وجد مع 27 مومياء أخرى في جبال الأوراق. هذا الرجل كان محفوظا منذ 1000 سنة مضت بطريقة مشابهة لتلك الطريقة التي استخدمت على لينين ومختلفة عنها بطرق أخرى. محنطوه كانوا خبراء أيضا في هذا المجال. أزالوا أولا أعضاءه الحيوية، أقسام الجسد التي تتفسخ بسرعة بعد الوفاة، لكن بدلا من تغطيس الجثة في المحلول البلسمي فقد حشوا جسده بالفرو والصوف والخث ولحاء الأشجار المخصبة بالتانين كمادة حافظة. بينما بالنسبة إلى لينين فإن عملية الحفظ استلزمت أسابيع من العمل الدقيق التفاصيل. الآن بعد اقتطاع تمويل الحفاظ على لينين يؤمل بأن توفر مومياءات كهذه النقود اللازمة للحفاظ على العمل في مختبر الضريح. إضافة إلى المتاجر الفخمة في الساحة الحمراء اليوم، فإن قبر لينين يصبح بسرعة مفارقة تاريخية. مقابل مجمع جوم التجاري الفخم يستمر علماء الضريح برعاية لينين رغم أن الحج إلى قبره لم يعد طقس عبور. هذا كله رائع، لكن هنا لدينا سؤال روسي تقليدي، وهو لمن هذا؟ في معظم العطل الأسبوعية حتى في درجات حرارة أقل من الصفر بكثير، فإن هذا المخضرم يعزف على الترومبون للمحزونين في مقبرة فاغانكوف في موسكو. الوضع في روسيا هو أن الجميع لا يكسب المال. هل من المحتمل العيش علي أجر قدره 600 روبل بينما يكلف رغيف الخبز 6 روبلات؟ أيمكنك النجاة في هذه البلاد؟ أنا دكتورة في الفلسفة وأجري يقارب نحو 200 دولار شهرياً، لكن فنجان قهوة في المطعم والمتجر قرب متحفنا يكلف نحو 6 دولارات للفنجان الواحد. جميعنا نسأل لمن يكون هذا؟ الحنين إلى الماضي السوفيتي ورفض الرأسمالية الحالية حافظا على حياة الحزب الشيوعي وورشة الضريح حيتين. في الانتخابات الوطنية لا يزال المرشحون الشيوعيون يجمعون صوتا من بين 4 أصوات كل سنة. في 17 من تشرين الأول يجتمع أعضاء الحزب الشيوعي ليطالبوا بألا يتم نقل لينين. أنا أعارض هذا حتما، وإن ظهرت حاجة كهذه سوف أحمل السلاح وأقاتل هذا النظام وأحمي جثمان لينين. يرقد لينين في مكانه، هذا ما أظنه. لينين محترم في بلادنا بشكل خاص لأنه قال إن الفقراء يمكنهم أن يحكموا البلاد، وفقط الفقراء يمكنهم ذلك. لن يتمكن أعداء الشيوعية يوما من نقل لينين من ضريحه في الساحة الحمراء. دعوه يبقى حيث هو. الأمر الهام جدا هو أنه لم يعد حيا في قلوب الناس، وأن أيديولوجيته لا تفسد العوالم الداخلية لديهم. يبقى إرث لينين مشوشا بسحابة من كل تناقضات الرجل بحد ذاته.
البطل والمثالي والمتعاطف والمجرم. إن كان سيتم دفن جثمانه أم لا، سيبقى لينين الرجل دمغة لن تزول حاليا. لا يزال الرفيق الروسي الخالد حيا في القلوب.